الإعلامي أحمد شوبير كشف موقف النجم إمام عاشور قبل القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، القمة اللي هتتلعب يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8 مساء على استاد القاهرة الدولي. شوبير قال إن إمام عاشور خرج من المستشفى لكنه لسه قاعد في البيت تحت المتابعة الطبية مع دكتور الفريق أحمد جاب الله، وكمان ماشي على نظام غذائي مخصوص وراحة سلبية. يوم الخميس الجاي هيعمل تحاليل جديدة، ولو النتائج طلعت مطمئنة ممكن يرجع للفريق، لكن عودته للملعب والمباريات هتاخد وقت أطول. وبكده الأهلي دخل القمة وهو فاقد 2 من أهم أوراقه الهجومية، إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو. والقلق دلوقتي بقى على نجم الجبهة الشمال محمود حسن تريزيجيه معاه إنذارين، الأول في ماتش الافتتاح قدام مودرن سبورت، والتاني في مواجهة بيراميدز. يعني لو خد كارت أصفر قدام حرس الحدود يوم الثلاث هيتوقف بشكل رسمي عن المشاركة في قمة القاهرة. غياب تريزيجيه اللي بيعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس بشكل أساسي هيكون ضربة قوية، لأنه واحد من أخطر مفاتيح لعب الأهلي لحد دلوقتي في المركز العاشر في جدول الدوري المصري مع 9 نقاط من 6 ماتشات. والجماهير كلها دلوقتي بتسأل، هل القمة هتشوف تريزيجيه في الملعب ولا الأحمر هيدخل القمة الكبيرة ناقص أهم نجومه؟